بونجور بونجور، نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتم تتفرجوا في فيديو اليوم. كالعادة باش نشارك معاكم شوية من الروتين متاعي، باش نشارك معاكم زادا روتيني الصباحي متاع تنظيف الوجه، وزادا باش نشارك معاكم كريم قاعدة نستعمل فيها لوجهي تقريبا عندي شهر نستعمل فيها وساعدتني مشيت معايا هيك علاش حبيت نشاركها معاكم يمكن نفيدكم شوية خاطر بحكم زادا حتى سومها ماهوش غالي. علاش لا هيك نفيدوا بعضنا بحاجات كيف هيك. وكما تشوفوا اول حاجه بديت بها هو اني نغسل وجهي مليح مليح الساعه قبل كل شيء نوصل ولدي وبعد نرجع، وكيف نرجع للدار نعمل الروتين متاعي نغسل وجهي ونعمل الروتين متاعي الصباحي، وبعد نعمل فطوري. هذا اللي تشوفوا فيه الغسول اللي شاركته معكم المره الاخرى اللي هو غارني مساعدني برشا الحقيقه ويعجبني برشا. ما عادش يخلي الحبوب هيك تخرج تحت الجلده. انا البوم تاعي دهنيه هيك علاش مساعدني خاطر هو للبشره الدهنيه تنجموا تلقاو حتى للبشره الجافه. خديت غسلت به وجهي بالبي وكما شفتوا قداش يرغي في الوجه وقداش ينظف ما عندكمش فكره. وبعد خديت زوز قطنات هذوما ونحاولوا نمسحوا بهم الوجه كامل وكيك الوجه ينظف بالكدا. واكثر حاجه تنظف البو حتى كي تبدا مغسوله المستحسن نستعملوا هذا اللي من غارنييه زاد شاركته معكم المره الاخرى. مزيل المكياج هذا اما راهو ماهوش كان متاع مزيل المكياج، انا نقول متاع تنظيف وجه اكثر من اللي يكون متاع مزيل المكياج. وهذا هو اللي حكيت لكم عليه اللي هو من غارنييه هذايا الفيتامين سي. بصراحه حاجه تحفونه على الاخر للترطيب ويخلي الوجه هكا فيه لقه مزيانه. ان شاء الله يبدا ظهر لكم بالباهي، هذا نستعمل فيه عندي اشهر كامل وبصراحه عجبني ومساعدني. ومن بعد هيك عملوا السيروم هذا كريم اللي عملوه قبل فيه فيتامين سي ويخلي لقه مزيانه في الوجه. بعده عملوا هذا اللي يبدا سيروم وكما تشوفوا ما يبعدوش برشا على بعضهم غير شي الاختلاف متاعهم، هذه كريم والاخرى سيروم. بالطبيعه ديما السيروم خير ويعطي نتيجه اسرع، اما انا مازلت ما عنديش برشا باللي نجرب فيه. هذا الاولى الكريم اللي تبدا هكا والسيروم اللي يبدا هكا. الحقيقة جربته عندي تقريبا جمعة واحدة وحسيت ان اللي هو باهي. السيروم المفعول متاعو انه حاطينه انتي ماكي يعني ينحي البقع الداكنة في الوجه. انا ما عنديش بقع داكنة الحمد لله، اما بحكم كنا في الصيف وهكا البوم تاعنا تتحرق شوية من الشمس ولازم باش نلقاوك الحاجات هكا يغمق شوية وجهنا، هكا علاش حبيت نجربه. اما هو حاطين عليه معناه يفتح البقايا الغامقين في الوجه. وكما قلت لكم استعملته تقريبا عندي جمعة من اللي استعملته الحقيقة لاحظت عليه اللي هو باهي مش خايب. وهكا نكون نظفت وجهي بالباهي ونهاري يتعدى مزيان نحس بروحي مرتاحه على الاخر. وبعد تعديش نحضر فطوري بتاع الصباح وكما تشوفوا بديت في الكيتو دايت عندي تقريبا من المره الاخرى قلت لكم اللي انا باش نبدا في شويه ريجيم هكا نحب نقص شويه كيلوات. وهذا فطوري بتاع الصباح كعبتين عظم مقليين في مغرفه زبده عليهم هوني تقريبا نسميوه الجرجير هذاك بالسلطه ذيك. تقريبا جرجير يتسمى ذاك بلغتنا احنا بالتونسي. وخديت معاها وحده توست هذيا اللي حطيت فوق منها مغرفه كبيره ريكوتا اللي تبدا من غير ملح بالطبيعه. وحطيت عليهم شويه جلجلين من الفوق هيك انا نحب الجلجلين برشا، وبالنسبه للعظم الصباح ما عنديش معاه ومانيش عارفه كيفاش باش ناكله. اما كهوا مادام الواحد عندنا بروجرام هيك نكملوا ناكلوا كيما يجي حسيلوا لينا نستانسوا بالحاجه. خذيتوني عليهم شويه هكا قارص، تنجموا تاخذوا القارص هذاك وكيما تنجموا تاخذوا الاخر اللي يبدا هكا يتشرى حاضر على خاطر هذا خفيف على الاخر بارابور للقارص هذاك للكعبه، هذا خفيف برشا يولي يساعد هذا خير. وبما اني بديت في الرجيم قررت باش كل يوم نعمل المرش متاعي ولا نعمل السبور متاعي ما نقصش عليه بالكل. في العاده مره نعمل شويه في الدار ومره ما نعملش ومره نخرج حسيلو مره يشدني البخل ونقعد في الدار وما نعملش لا في الدار سبور ولا ولا البرة. اما لكن المره هذه معناها قررت خاطر بديت في الرجيم ومع الرجيم يلزم يكون معاه المارش اقل حاجه مشي ولا جري. عندي اوراق اليوم
باش نعملهم هاك، علاش مشيت بالرغم طريق طويل برشا وخليت الكرهبة ومشيت على ساقية، قلت نربح منا ومنا، معناها مني نعمل الأوراق متاعي ومني نعمل المارز زادة نمشي على ساقية. وبالرغم مازال صباح والطقس بارد شوية، أما ظاهر الطقس باش يولي مزيان وباش تخرج الشميسة. زاده كيما تشوفوا ورق الخريف معناه يشجعونا حتى باش نمشيو على ساقينا، والدنيا مبلوله شويه بحكم الشتاء في الليل صبت. الحسيلو المارش هوني يعمل الكيف ومنظر يعمل زاده 66 كيف. قضيت شوري ورجعت للدار وهكا، ما رجعتش يديا فارغة، لازم باش ندخلوا ولازم باش تعجبنا حاجة نشريوها. لقيت الفازو هذا اللي ياسر مزيان وياسر يعمل الكيف، شوفوا ما شاء الله قداش فيه ورد وقداش مزيان. خديته، ما نعرفش اذا كان باش نزرعه ولا باش نخليه في المحبس هكاكا، اما المفيد شخت عليه وعجبني على الاخر. ومعبي معبي معبي بالورد، يعني محبس واحد وشوفوا قداش ما شاء الله فيه ورد. المحبس هذا صغير بالطبيعة، ما نتصورش يقعد هوني في المحبس هذا خاطر المحبس ماهوش كبير برشا، وفما منه تقريبا 4 ألوان أخرين، الأصفر والأبيض والأحمر. حاسيلو نخزر الواحد ننسى الآخر، كان جيت بالكرهبة نتصور روحي راني شريت 2 ولا 3 محابس، أما الله غالب بحكم على ساقية ما نجمش نجيبهم. أنا كما تعرفوا روحت وجيت لقيت البلكون حاسيلو حالة ما. المحابس الكل ماتولي، ما قعدت لي حتى حاجة. شوفوا بديت نرجع ونزرع بشوية بشوية، وإن شاء الله هيك ربي يوفقني ونعاود نرجع نعبيه البلكون. ولو إنه إحنا في الشتاء تبرد برشا عنا هوني وما يعيشوش المحابس، يعني فما كان ناخذوا كالبيانتات اللي يعيشوا في البرد، أما المحابس الآخرين العاديين راهم ما يعيشوش، فما ورد ما يعيش في الشتاء في البرد هذا. باش نحاول هيك نرجع بشوية بشوية. عندي هوني المحبس هذا لقيته دوب ما مازال عايش، وليت تلهيت بيه شوية وعاش لي. هاوكا رجع ما شاء الله، رجع يعني يبدا ينور ويعمل جو لروحه. وريتكم غادي الحلزونة متاع ولدي اللي وريتهاكم تقريبا عام تالي. وقعدوا عايشين هما زوز حلزونات، حسيلو نهار ما يلقاهمش، ما نحكي لكمش عن النهار اللي يعملوا، وبعد يلقاهم متخبيين في بقعة هكا. من غادي نبدا انا نلوج معاه وندور الدنيا الكل، وساعات نلقاوهم متخبيين في بقعة في اي بقعة، مرة يجيو تحت المحبس، مرة يجيو في وسط النوار. حسيلو كل مرة نلقاوهم متخبيين في بقعة وما يتفرهد كان ما يلقاهم. حبيت نوريكم هذا من اللوطة قداش كبير المحبس، ماهوش كبير برشا، اما البيانتا ياسر كبيرة تعمل كيف فيهم، حتى كعبات من كثر ما هم مغصورين في بعضهم، فما كعبات منهم منحيين الداخل. وهوني باش ناخذ ننظف البقعة هذه ونشوف شنو باش نزرع فيها. بالطبيعة مانيش باش نزرع فيها المحبس هذاك خاطر ما يجيش غادي، ماهيش تشوفوا فيها كبيرة شوية، اما هي ما فيهاش برشا تراب، يعني ماهيش حاجة متاع حاجة كبيرة، يعني باش نزرعوا فيها يمكن باش نزرع فيها معدنوس ولا مازلت ما نعرفش حسيلو، اما اكثر حاجة نتصور باش نزرع فيها معدنوس. ما نعرفش علاش المرة هذه نحب نزرع المعدنوس. شفتوا المرة الأخرى في بلايص هيك مزروع، عجبني برشا وقررت باش نجرب نزرعه المرة هذه. ما عمريش الحقيقة زرعته قبل هيك في البلكون، أما أختي تزرعه وشيخ عليه بالكدا وعجبها، وحتى يعني شجعتني باش نزرع شوية في البلكون. أنا الحقيقة نشيخ برشا على الحاجات اللي نزرعهم، الحاجات اللي ندخلهم للكوجينة باش نستعملهم في الكوجينة. وانا نبدا زرعتهم، يعني نجيبهم من هوني، كان باش ندخلهم الكوجينة ولا باش ناكل منهم ولا حاجة. الحصيل وديما تعجبني الحاجة كي نبدا زرعتها بيدي ونبدا شيخ عليهم. كما الفريز مثلا قعد معايا تقريبا عامين، كل وين يجي وقت الفريز ناكلوا منه ونحي ويعاود ينور ونعاودوا ناكلوا منه كالعادة. الله غالب المرة هذه روحت وقعدت برشا هيك علاش ماتوا مشيحوا برشا من الماء، وكما تعرفوا سخانة الصيف راهي ما تخليش حتى حاجة عايشة. ما عرفتش كيفاه المحبس هذاك اللي قاعدة توا نعمل فيه وننظف فيه، ما عرفتش كيفاش بقى عايش، على خاطر لقيته هكا دوبا فيه شوية هكا روح. عاودت تلهيت بيه شوية، نعطيه الماء ونحرك له التراب وتلهيت بيه شوية، لان ما شاء الله هكا رجع عاش منه الوجديد.
وجديد. وكيما تشوفوا فيا حسيلو لقيت الحلزونه الاخرى بتاع ولدي توا لقيتهم الزوز، ويجي من السكولا تو يشيخ عليهم بالكدا، عنده ايامات ما شافهمش على خاطر يبداو متخبين، ولكن هاكا كيف صبت الشتاء عاودوا خرجوا منه الوجديد. وهاكم كيما تشوفوا فيا توا كل حاجه نلقاها هكا في المحبس نحاها، نلقى زادك النبتات الصغار اللي يخرجوا وحدهم. يغسلوا النبتة وما يخلوهاش تاخذ راحتها هكا، علاش كل مرة نتفقد ونشوف وننظف ونحرك لهم التراب شوية، ونحاول نحي منهم الحاجات اللي يبدو يابسين هكوما اللي يموتوا، حتى الأوراق اللي يموتوا فيهم هكوما نحيهم نتلهوا بهم شوية ويولي عنا محبس ياسر مزيان. وهوني رجعت نوري فيكم في المحبس بتاعي اللي شيخ عليه، حبيت نقرب لكم القدام، شوفوا قداش محلاه. تنجموا زاده تنحيوا منهم بشويه بشويه وتزرعوهم اذا كان عندكم اسباس وين تزرعوا، تحبوا حتى تقصوا منهم بشويه بشويه. المفيد كل وحده تنحيوها، كل عود تنحيوه فيه 3 ولا 4 ولا 5 وردات هكا. يلزم يكون ملوطه فيه العرق نتاعو، خاطر هما ملوطه كلهم فيهم العروق، يعني مش عرق واحد ومطلع كل شيء. تنجموا تقصوا كل عود تقصوا فيه عرق من العروق اللي ملوطه، تتبعوه شويه ملوطه ساهل حتى في القصان. المفيد تنحيوه منك المحبس هذاك، تهزوه الفوق شويه وتنحيو العود وتزرعوه عود كامل يعني فيه العرق نتاعو ملوطه، واكيك يولي عندكم وحده كامله. انا جربت قبل وقصيتهم هكاكا، وكما قالت لي جارتي قصيتهم هكاكا وزرعتهم وطلعوا لي. بالطبيعه ما خذيتش محبس كبير كيف هكا، اول مره ناخذه كبير هكا. قبل خذيته اما عادي ماهوش كبير هكا، وقسمته وزرعته بالحق يعني النتيجه نتاعو تطلع مزيانه على الاخر. اما هذا بصراحه ماهوش شي هون عليا باش نقسمه ونزرعه. يمكن نخليه هكا وهوكا حطيته البر على الطاوله هذه. الاكثريه كلون يبدا الطقس باهي، نخرج نشرب عليها قهوتي، كان قهوه الصباح ولا قهوه العشيه، الحصيلون نبدا عامله عليها كيف. وهكا نكون وصلت معكم لاخر الفيديو، ما بقى لي كان باش نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل.